السلام عليكم، أهلًا بكم في قناتي هبة من الألف للياء. النهارده بإذن الله عاملين وصفة كده للناس اللي ما بتعشاش الحلويات الشرقية في رمضان، فالنهارده عاملة لكم بقى كده حاجة بتتباع في الكافيهات بسعر خيالي، اللي هي اسمها طواجن السعادة، حاجة كده خيال للناس اللي بتعشق الشوكولاتة، حاجة كده شوكولاتة في شوكولاتة، أتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم. يلا نسمي الله ونشوف وصفتنا النهارده. أول حاجة هاحط كوباية من السكر. الكوباية اللي أنا باعاير بيها دي الكوباية المعيارية أو أي مَج عنديكِ الموجود في البيت، تحطي كوباية من السكر وبيضة بدرجة حرارة المطبخ، وحطيت كيس من الفانيليا، وحطيت ربع كوباية من الزيت، وهاسيب لِك كل المقادير في صندوق الوصف، ما فيش أبسط من كده مقادير. وهاعملها بالمضرب الويسك برضه لو حابة تعمليها في الخلاط أو المضرب الكهربائي، حبيت النهارده أعملها معاكم بالمضرب كده البسيط ده المتواجد في كل بيت. هادوّب كده لحد ما السكر يدوب معايا واللون يفتح، هاحط كوباية ونُص من الدقيق ونُص كوباية من الكاكاو الخام، هاقلّب كل المقادير جافة كده على المواد السايلة، ما تقلقيش العجينة هتبقى تقيلة معاكِ بس إحنا هنخففها بنُص كوباية من المَيّة السخنة. إحنا هنا نسينا كيس البيكنج باودر ورشة الملح، اوعي تنسيهم أهم حاجة دول عشان خاطر هُم اللي بيرفعوا الخميرة، وحطيت نُص كوباية مَيّة المغلية. هادوّب كده بالمضرب بتاعي ده لحد ما الخليط يبقى معايا زي قوام الكيك بالضبط، لو حسيت العجينة تقيلة معاكِ ممكن تحطي كمان معلقتين من المَيّة لحد المهم القوام يبقى بالشكل ده، حبيت أوريه لِك كده قلّبت كده من تحت لفوق لحد ما اتأكدت إن القوام مضبوط. نيجي بقى للطواجن بتاعتنا دي، الطواجن دي بتتباع عند أي حد بيبيع فخار، طواجن بسعر رمزي جدًا يعني ب5 جنيه الطاجن، حطيت كده تعبي نُصّها أو أقل من نُصّها كمان، عشان خاطر زي ما شفتوها في أول الفيديو ارتفعت معايا. وزادت معايا حطيتها في الطاجن ده الأصفر ده طاجن عندي بس حراري بيدخل الفرن، أهم حاجة تتأكد إن هو حراري، دخّل بقى يالّا على الشبكة في الفرن في الرف الوسطاني فرن سخن، إحنا وبنعمل في الكيك نشغّل فرن، بتاخد تِلت ساعة، أول ما تستوي هاطفي عليها واسيبها تبرد، هنعمل الجناش بتاعنا البسيط السهل ده جناش شوكولاتة، حطيت كوباية من الشوكولاتة وعليه نُص كوباية مَيّة مغلية. أول ما هانزل بالمَيّة المغلية على الشوكولاتة هتدوب بالشكل ده، وحطيت كمان معلقة من الزيت عشان تدّي له اللمعة الجميلة دي، ده أسهل جناش شوكولاتة ممكن تعمليه، ممكن تحطي كمان نوتيلا، إحنا حابين النهارده نعمله بصوص الشوكولاتة، هنا الكيك برد معايا شايفين ما شاء الله عبّى كمان الطاجن، بس المفروض كمان كنا قلّلنا عشان خاطر نخلّي مساحة للشوكولاتة، خرّمت كده خرّمت بعصاية الشيش أو سكينة سنها رفيّع عشان خاطر هاسقيها بكوباية من اللبن وعليها معلقة من صوص الشوكولاتة، أنا حطيت صوص الشوكولاتة في التلاجة يبرد لحد ما الكيك معايا برد، ويالّا على طول كده على الكيك أهم حاجة الكيك يبرد معاكِ، ونزلت بقى عبيت كده بالصوص بتاع الشوكولاتة، حبيت كده أكسر اللون بتاع الشوكولاتة جبت نُص كوباية من الكريمة ومعاها نُص كوباية من المَيّة المتلجة، ضربتهم مع 3 معالق سكر، ضربتهم بالمضرب الكهربائي لحد ما بييجي كده قوام الكريم شانتيه، وزيّنته كده بحاجة بسيطة من التريبات، وبكده يكون الطواجن جهزت معايا، أسهل من كده ما فيش، حاجة كده خطيرة إن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم، حاجة كده دايبة وجميلة وإن شاء الله تعجب كل عشاق الشوكولاتة، وبكده فيديو النهارده خلص، أتمنى يا رب تجربوه ويعجبكم، أشوفكم على خير.